احنا اليوم رايحين لأجمل الأماكن الموجودة في تركيا وفي اسطنبول تحديدا. رايحين إلى جزيرة الأميرات، واحدة من أهم الأماكن الموجودة في اسطنبول. اوكي يا جماعة، صباح الخير او مساء الخير مثل كل مرة. اليوم رحلتنا كلش تختلف. لما شفت النوافذ تلحقنا وشفت العلم حسيت انه هاي الرحلة تختلف كلش، وفعلا كانت رحلة تختلف. نزلنا على جزيرة على مود بس نشتري. اخذنا من البيم لا مو البيم، هذا ال101. من ال101 سواقنا وهاي وخلينا نرجع للبلد. بس شنو هو عافنا، يعني السفينة مالتنا عافتنا وطلعت، فلازم نصعد بغير وحدة بس على مود نشتري. همزين عندنا خالد يحكي تركي. هو اللي يترجم لنا. بس هاي الجزيرة هم حلوة، بس احنا ما نريدها، نريد الاميرات. اوكي، وجت السفينة الثانية راح نصعد بيها. نزلنا وتأخرنا نص ساعة على مود بس تشبس ونزلت. خلينا نروح للجزيرة مال الاميرات. اوكي يا جماعة، وصلنا على جزيرة بيوكادا بالتركي وبالعربي جزيرة الاميرات. خلي شوي نستكشف بيها ونحكي لكم قصتها، لان قصتها كلش حلوة هاي الجزيرة. احلى شغلة انه ما توصل لها بالسيارات، هنا يعني ماكو دخان ما سيارات وهاي الامور ابدا. جزر الامراء او جزر الحمراء او كما نعرفها نحن العرب جزر الاميرات، هاي موجوده بقلب اسطنبول وتحديدا يم بحر ميمره. هذه الجزر ما حد ما يقدر يوصل لها بالسياره ابدا ولا بالهليكوبتر ولا باي شيء، فقط بالبلد مثل ما شفتوا جيتنا لها. وهاي الساعه اللي وراي، هاي الساعه كلش مشهوره هنا بجزر الاميرات. يعني لما نشوف هاي الساعة راح تقول وصلت الجزر الاميرات، لانه كل الجزر ما موجودة مثل هاي الساعة. هاي الساعة من سنوات كلش كانت ساعة هيك صغيرة مكانها هنا، وبعدين هم اهل الجزيرة كبروها وهيك سووها ساعة شوية مميزة. شوفوها. اوكي، شوفونا البازارات اللي موجودة عندهم والمحلات البسيطة. هذين الاشياء اللي نحبها احنا ببغداد، اللي نحبها. ما اعرف اخذ هدية لحبيبتي لامي، ما ادري لا اخذ لا ما اخذ. ماشي، خلي هسه نصعد فوق ونشوف بعدين من ننزل وين نروح. يلا ويانا. خد له روبله. واجرنا بايسكلات انا والشباب حتى نصعد فوق. مستعدين لو لا عيني؟ مستعدين. تحدي ها؟ يلا تحدي. اوكي، خلي بعد تعرفوني بالبايسكل. اوكي اصدقائي، هذه الجزر الحلوه اللي تشوفون هذني صيرات بحر مرمره اللي تابع لمحافظه اسطنبول. هذه جزر عفوا مثل ما قلت لكم بالبدايه انه ما توصل لها سياره، واللي شفتوهن ذني سيارات شحن، وفقط انه الدوله جابتهن بالباخرات، يعني خلتهن لهاي الجزر وصلتهن على مود يعني للامن والبوليس وهيك شيء. هذه الجزر هن كبيره من عندهن، واكو بعض من عندهن صغار، لكن هن بالمجمل مساحتهن كلها هي 17 كيلومتر. وصيرات البحر المرمرة، يعني مو كلش كبيرة مثل ما تتوقعون عبالكم انه كلش كبيرة، لا جزر هيك صغار ومرتبات. راح تقدرون اذا جيتوا من الصبح للعصر راح تفترون كل هاي الجزر بالبايسكل، او تقدرون تاجرون الماطور هنا. احنا اجرنا بايسكلات، سعر البايسكل هنا اجاره 50 ليرة، إلنا خصم سوينا ب 40 ليرة. اوكي خلينا نفتح بعد بيها. لك يا بالونسة كلش انفشارية. انا اصور وانتبه على الطريق، خاف لا تعب احد. وهذا البيت اللي تشوفوه ورايا هذا هو اقدم بيت موجود هنا على الجزر، بحيث ممنوع دخوله ويعني ساديه، بس اقدم بيت موجود بهاي الجزيره.
اذا جيتوا على جزر الاميرات اجروا بايسكلات هنا من عمو، راح يسوي لكم خصم 40 اوكي، هو ب 50 لكم ب 40. وهنا صاير يم البين بالضبط، اول ما تجون من يم الساعه على يدكم اليسرى. اوكي يا جماعه، رجعنا البايسكلات مالتنا، مثل ما قلت لكم اذا جيتوا عمو راح يسوي لكم خصم. انسان كلش لطيف. هسه نروح بعد نتغدى سمك بحري، لازم سمك بحري. خلي نروح نشوف المطاعم والسمك اللي موجود عندهم، خليكم ويانا. اوكي يا جماعه، راح نقعد بهذا المطعم نتغدى سمك، مطعم مرتب صراحه. اهلا، شلونك ابي؟ هلا خوش حبيبي، نو سبيك تركيش. مطعم مرتب. هاي المطبخ مالتهم، هنا سمكات مالاتنا هسه يقلون بيهن. توب ابي تمام. اوكي نو بروبلم. لك يا نزلت القطعه مو اتباع شلون سمك. ناس طالب طلعي بالعافيه، انا بعافيه عزي. هذا السمك رهيب. خالد وين راح نطلب بعد مو؟ نطلب. اوكي يا جماعه، احنا مو كلش نشتهي، يعني مو كلش جوعانين. هذا المعون الاول، المعون الثاني. اشتهي ابد مو جوعان. شلون المطعم، يعني الاكل مالته رهيب والله. اخذنا قرد من ذني هديه من هذا المحل الحلو. شلون غراض قد حلو والله، اتمنى اجيب لكم كلكم هدايا. هلا. اوكي وصل صار وقت الايس كريم. ذاك صاحبي ما يعرف يحكي تركي، كله انجليزي. طلعي هنا التركي، هنا أنا عمي. اوكي يا جماعه، اخذنا ايس كريم رخيصه، سعرها 20. وهاي هنا همات رياضه وهمات تدريب على رقص، خلينا نشوفهم. وعلى حظنا اليوم اكو بازار هنا مفتحين، خلينا نشوف لكم وياه. طبعا بدنا نشارك بالماراثون مال ركض، لكن للاسف انه احنا مو تراك، ما يصير يعني نعتبر سياح، بس التراك لازم يشاركون. حرامات، كان اخذنا المراكز الاولى طبعا اغلبهم كلهم. اوكي يا جماعه، لهنا صار اقول لكم انتهى هذا الفلوج مالتنا. صراحه كان احلى فلوج يعني الي يعني اصوره، واحلى مكان اجي، ويعني احلى تجارب اسويها. هذا الفلوج كان كلش مميز الي، وهاي التجربه كانت كلش مميزه الي. يعني اتمنى اذا انتم جيتوا على اسطنبول تجون الجزر الاميرات، يعني حرفيا جزر رهيبه كلش يعني. اوكي، لا تنسون دعم الفلوج وكتبوا لنا رايكم بالتعاليق اذا جيتوا على اسطنبول راح تجون لهاي الاماكن او لا، يعني جزر الاميرات والاماكن اللي انا قلت لكم عليها، لانها جاي نتعب حتى نوصل لها. مشاهده ممتعه مره ثانيه، كتبوا لنا رايكم بالتعاليق. باي.